جبت هنا نص كوباية من عدس بجبة، وهحط عليها كمان نص كوباية من العدس الأصفر، ولو مش موجود أي حاجة منهم ممكن نستغنى عنها. غسلتهم غسلة تمام. وهجيب كمان هنا عندي ربع كيلو من الفول المدشوش، أو حوالي كوباية ونص من الفول المدشوش، هغسلها برضو غسلة تمام. هنعمل النهاردة هنعمل بديل الفول المدمس، وهقولك على رأيي فيه بصراحة. بعد ما سويته وكلته، أنا أول مرة كنت أعمله، شفت الوصفة فعجبتني فقلت أجربها وأدوقها وأقول لكم الأخبار بعد كده ببتدي إن أنا أنقع المكونات بتاعتي دي. هغطيها بمية دافية حوالي نص ساعة. الميزة في الوصفة بتاعتنا ان هي سريعة، يعني انا كده انا نقعتهم نص ساعة، ومدة السوى نص ساعة، يعني في ساعة زمن هيكون الطبق بتاعي او الفول المدمس بتاعي جاهز، او بديل الفول. كده بعد ما نقعتهم نص ساعة، كبيت مية النقع اتخلصت منها. هجيب حلة احط فيها المكونات بتاعتي. احط العدس طبعا، حطي ما تسيبيش حاجة، الحاجة بقت غالية دلوقتي، فكل حاجة موجودة في البولة هننزلها. وعشان برضو الحالة الاقتصادية والأسعار الغالية، أنا مش حابة إن أنا أخليكم تجربوا الحاجة وبعدين مثلا تطلع وحشة فتدعوا عليا. فأنا هقول لكم رأيي بالظبط، وليكي الحرية إن انتي تعمليه أو ما تعمليهوش. حطينا المكونات على بعضيها، وابتدي بقى أضيف المكونات الباقية. أنا عندي هنا طماطم، عندي بصل، عندي فلفل حامي، عندي توم، عندي جزر، وعندي كمان ليمونة، فصين اتنين من التوم، نص جزراية، طماطمية كبيرة، وبصلاية متوسطة. وكده تمام. حطيت الحاجات بتاعتي، هبتدي اعصر عليها كمان الليمونة. لايك للفيديو بقى وشير لأصدقائك لو عجبك الفيديو. ولو أول مرة تشوفي قناتي، أتمنى تشرفيني بالاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل. كده حطيت هنا نص معلقة من السكر، وهغطي المكونات بتاعتي دي بالمية. ولو احتاج اثناء السوا ميه، اضيف له ميه بتغلي او ميه سخنه. هروح اوديها على النار، نار عاليه. اول ما بيغلي ابتدي اوطي النار عليه خالص، علشان يستوي على نار هاديه حوالي نص ساعه، وبتطفي عليه النار، يبقى مده السوا بالنقع حوالي ساعه. بعد كده باخده اروح اضربه بالهاند بلندر او بالكبه او الخلاط، ايا كان المتواجد عندك هتضربيه. خدي على قد ما هتاكلي، والباقي كيسيه وشيليه في الفريزر. كده مع حابه ان انت تهرسيه بالشوكه او بالمعلقه ماشي، بس هو كده افضل. حابه ان انت تضيفي له كركم او بابريكا تدي له لون جميل برضو، يعني كل دي بقى الاضافات دي بتاعتك انت. بعد كده بحوجه، هحطه في الطبق وهبتدي احوجه تحويجة الفول العادية خالص، وحبة بصل. طب رأيي فيه رأيي فيه هو مش زي الفول، يعني بنسبة 70% طعم يدي للفول، لكن مش 100 طعم الفول طبعا. طعمه مستساغ وكويس وحلو، لكن الفول احلى بصراحة، الفول احلى. لكن هو يمشي في وقت زنقة، وقت مزنوقة تمام اعمله.